السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل لكم فطيرة من غير دقيق ولا عجين ولا أي حاجة. جبت لفة جلاش وجبت حوالي معلقتين سمنة سيحتهم على النار إن أنا أدهن الصينية اللي أنا هرص فيها الجلاش بالسمنة كويس، ومن الأطراف بتاعتها كمان والحواف اللي في الجناب دي لازم تدهن كويس جدا علشان الجلاش ما يلزقش مني في الصينية. هبدأ إن أنا كنت مقطعة معايا طماطماية وفلفل كوبي. طبعا اللي حابب ان هو يحط فلفل سبايسي مفيش مشاكل، اللي مش حابب خلاص انا اكتفيت بس بالفلفل الكوبي. هبدأ ان انا ارص الجلاش كل طبقتين هحط ما بينهم مسحة من السمنة كده على الجلاش. هحط في الأرضية 6 طبقات وعلى الوش 6 طبقات. طبعا الحشوة زي ما تحبوا. انا حشيت بسطرمة، اللي عايز يحشي لحمة مفرومة، اللي عايز يحشي خضار احشوا اللي انتوا عايزينه. في ناس بتحب تحشيها جبنات بتبقى جميلة قوي برضه. يبقى انا هنا حطيت اول طبقتين وبدأت ان انا ادهن سمنة، وما بين كل طبقتين هدهن سمنة لحد ما اخلص ال6 طبقات بتوعي، يعني ما بين كل طبقتين دهنة. تمام. هنا بقى ايه، بدأت ان انا اقفل الجلاش من الجوانب كويس علشان يتقفل معايا وانا بقطعه ما يخرجش منه حاجة او الجوانب بتاعته ما تفكش ولا اي حاجة. انا بحب دايما اعمل الجلاش في الصينية ديت لان هي سمكها صغير وبتبقى بالظبط على قد الجلاشة، وبعرف ان انا اقطع فيها كويس. اهو ديت الوش الرابع. هبدأ ان انا ادهنه كده، وهقوم جاية بعد كده بقى ايه حاطة الطبقتين التانيين في الطبقتين اللي هي ال5 والستة. على الستة بقى من فوق هبدأ ان انا احط الحشوة بتاعتي. انا هنا هحشيها بسطرمة وفلفل وطماطم وجبنة موتزاريلا. هنا كنت خلاص بقفل الطبقات وكده عشان يبقى كلهم سوا واحد. انا اهم حاجة عندي ان الطبقات اللي تحت تبقى قد الطبقات اللي فوق الصينية. بصوا هنا بقى هحط حشوة البسطرمة بتاعتي. تمام. بصوا انا هنا كنت بس بدوق البسطرمة اشوفها حادقة ولا لأ، علشان لو مش حادقة هبدأ ان انا اجيب فلفل اسمر وملح، وهقوم جاية إيه طبعا على اللبن. انا بحضر نص كوباية لبن. لو البسطرمة حادقة ما بحطش ملح على اللبن، لو مش حادقة بحط ربع معلقة صغيرة على اللبن، واقوم جاية ايه ساقية بيه الصينية. هقولكوا تركاية حلوة قوي قوي، هتخلي شكل الصينية حلوة جدا واحنا بنقفلها في الاخر. التركاية دي مهمة وهتطلع شكل الجلاش زي الفطيرة بالظبط. تمام. انا هنا كنت بس بكمل الصينية من الجوانب. بصوا بقى هبدأ ان انا احط الطبقات بتاعة الجلاش اللي انا قلتلكوا عليها 6 تانيين اللي فوق من غير ما اتني الاطراف بتاعتهم. هقولكوا ليه انا مش هتني الاطراف. اهو بصوا انا ببدأ ان انا ارص اهو، وبعدين انا بعملهم عكس بعض. يعني مثلا لو دي عملتها بالعرض التانية هحطها بالطول، وهقولكوا ليه برضو. وبرضو هبدأ ان انا ادهنها بالسمنة زي ما بعمل. هنا انا حطيت اول طبقتين. بصوا بقى تاني طبقتين، بصوا انا حطيتها بالطول ازاي، وبعد كده اللي وراها بالعرض اهي. انا عايزاها عكس بعض كده عشان لما اجي اقفل الصينيه هقولكوا بقى اقفلها بطريقه حلوه جدا جدا. عايزه اقولكوا صينيه الجلاش دي بتتنسف ما بتقعدش، وكمان بتطلع مورقه مش عريضه، مش سمكها مش تخين. بتطلع حلوه جدا، بتطلع زي الفطيره بالظبط اللي احنا بنجيبها من بره. وزي ما قلتلكوا احشوها اي حشوه انتوا عايزينها. بصوا بقى جبت الطرف اللي هو تحت، اول طرف انا عملته خالص، وهبدأ ان انا ادخل تحتيه الاطراف اللي انا سبتها من بره. اهو بصوا هبدأ ان انا ادبسه كده من تحت الطرف الاخير. بصوا انا برفع الطبقات ازاي اللي انا عملتها. تمام. اهو بيتني معايا جوه الصينيه بكل سهوله. هبدأ ان انا بقى كده اقوم جايه مقفله الطبقات. يبقى انا اصلا هنسى الموتزاريلا، وهرجع تاني افتح حتة من الجلاش واقوم جاية حاطة فيها الموتزاريلا. الموتزاريلا كمان بتدي لصينية الجلاش طعم حلو جدا. ده انا كمان هقولكوا خطوة حلوة قوي قوي تعملوها لما الجلاش يتحمر كده ووشه يبقى حلو كده وياخد لون ذهبي.
هقولكوا خطوة حلوة قوي قوي هتخلي الجلاش معاكوا زي الزبدة. اللي عايز يحتفظ بالجلاش طري اول ما يخرج من الفرن يغطيه بكيس بحتة قماش، انما اللي عايزه مقرمش زي كده اول ما بيطلع من الفرن باكله على طول. انا عن نفسي بحب اكل الجلاش مقرمش قوي او الرقاق، ما بحبهوش اللي هو بيبقى طري ده، مش بيعجبني بصراحة. المهم حطيت البيض الموتزاريلا سوري، حطيت الموتزاريلا وقفلت كويس الصينية من الجناب. بصوا بقى شكلها طالع عامل ازاي. هبدأ ان انا بعد كده اقوم جاية مقطعة الصينية مربعات. انا بحب اقطعها مربعات، اللي عايز يقطعها مثلثات عادي براحتكم، يقطعها تقطيعة البيتزا يعني. هبدأ ان انا اجيب الصينية كده وابدأ ان انا اقطعها مربعات على حسب المربع انا عايزة حجم المربع قد ايه يعني. المهم هبدأ ان انا اقطعها كده. بصوا بقى هكون محضرة عندي نص كوباية لبن دافية، هحط عليها حبة فلفل اسمر يعني ربع معلقة صغيرة. طبعا الملح هحطه على حسب ما انا عايزة يعني، انا كانت البسطرمة دي معايا مش حادقة فحطيت ملح، لو البسطرمة حادقة مش هنحط. السجق مثلا بيبقى عايز ملح بيتحطله ملح. الخضار الجبنات اي حشوة بنحطها في الجلاش او الرقاق بنحط لها ملح ما عدا البسطرمة. لو حادقة مش بنحط ملح، لو مش حادقة بنحط لها ربع معلقة ملح صغيرة خالص على حسب ما انتوا عايزين. يعني انتوا هتحطوا حبة ملح كده لو دوت المقدار الملح اللي انتوا عايزينه، الحدق اللي انتوا عايزينه تمام، مش هو خلاص بتزودوا بقى بتقللوا على حسب ما انتوا عايزين الملح عامل ازاي في الحاجة. هبدأ ان انا بعد ما قطعتها مربعات كده هاجي على الوش كده واقوم جاية حاطة دهناه بردك بالسمنة اللي انا كنت مسيحاها، هدهنه دهنة حلوة عشان الوش يتحمر معاه. بصوا في ناس بتحب تحط بيض بس انا مش بحب البيض بحسه بيزفرها. بصوا اللبن وانا كنت حاطه عليه فلفل اسمر والملح ورشيت بيض. هنا بقى كان الجلاش استوى، بدأت ان انا احط عليه رشة من الجبنة الموتزاريلا وهدخله الفرن تاني ياخد وش كده الموتزاريلا بس تسيح. وبكده كان الجلاش معايا خلص. هدخله بس الفرن الموتزاريلا بس تسيح على الوش عشان تديله شكل وش البيتزا كده. الخطوة دي حلوة جدا بس طبعا اختيارية، عايزين تعملوها اعملوها مش عايزين براحتكم. كده كان الجلاش معايا خلص، ولو اول مرة تشوفوني اضغطوا شير ولايك واشتراك في القناة.